مساء الخير يا لبنى. مين؟ لقاء هانم سليلة الحسب والنسب في بيتنا وانا ما عنديش خبر. مساء الخير يا سعادة الباشا. عبد المنعم، انت رايق وانا مش فاضيه لهزارك. سيبني اتفرج على التلفزيون هنا بدل ما اطلع اتفرج عليه فوق في اوضتي. والله ما انت قايمه. ثانيه واحده. يا ما نمونا يا ليل وحيرونا يا ليل، يا ليل يا باشا يا ليل يروي العطاشة. مساء الخير. مساء الخير يا باشا. احنا ليتنا ونس بقى النهارده ولا ايه؟ انت شارب حاجه ولا ايه؟ كنت بزور واحد صاحبي عامل عمليه في القلب بره مصر، الحمد لله يعني رجع بالسلامه. فانا بقى المؤاخذه كنت انا والشله كلها عنده يعني قاعدين معاه. وتقريبا شربت نفسين على السريع يعني. عامل عمليه زي دي وتشربوا القرف ده؟ مسكن. وبيني وبينك يعني عشان انسى شويه. وعايز تنسى ايه بقى يا عبد المنعم؟ والله ما انا فاكر. بيني وبينك بس انا نسيت حاجات كتير قوي الا انت لقاء. عبد المنعم، انت رايق وانا مش فايقالك، انا طالعه انام. تنامي فين؟ انت مش هتطلعي تنامي، انت هتقفي تسمعيني. سيب ايدي يا عبد المنعم. تسيبي ايدك ليه؟ ده انا خلاص قربت انسى ان انا متجوز. بقول لك سيب ايدي. هو في ايه بالظبط؟ انت بصالي من فوق ليه؟ ما تنزلي تقعدي معانا تحت، يمكن هوا تحت يعجبك احسن من الخنقه اللي انت عايشه فيها دي. عمرنا ما هنتقابل يا عبد المنعم، لان الفرق بينا كبير وكل يوم عمال يكبر اكتر واكتر. يا والله. ولما جينا نتجوز ما شفتيش الفرق ده؟ ايه؟ كان نظرك ضعيف ساعتها؟ ساكتة ليه ما بتتكلميش؟ لازم تريحيني وتقولي أي حاجة. ما أنا لازم أفهم إحنا إيه اللي وصلنا لحد كده. فين اللقاء اللي أنا حبيتها؟ وديتيها فين؟ خبيتيها ليه؟ أنا حاولت كتير إني أقربك مني لكن مفيش فايدة. أنت زي ما أنت ما بتتغيرش. طريقة أكلك هي، طريقة كلامك هي، حتى أصحابك هم. أنا خلاص بقيت بتكسف عندك إياك تغلطي. أي غلط أنا مش هتهاون فيه وعمره ما هتصلح في يوم من الأيام. أنا حريص جدا إن البيت ده يفضل مفتوح. عارفة ليه؟ عشان ولادنا. حريص إن ولادنا يتربوا بين أب وأم. ولادنا لقاء هانم اللي أنت ما تعرفيش عنهم أي حاجة. أنا مش مخلياهم عايزين أي حاجة، مش ناقصهم أي حاجة. لا ناقصهم. ناقصهم كتير. ناقصهم وجودك بينهم. وأنت بتعمل إيه؟ أنا مربوط في ساقية يا هانم عشان البيت ده يفضل مفتوح وعشان نشرفك ونبقى كويسين جدا في الصورة اللي حضرتك حاططينا فيها قدام الناس. عبد المنعم، أنت عايز إيه بالظبط؟ عايز أحس إني متجوز. عايز أحس إن أنا يوم ما أحتاج مرات ألاقيها جنبي. كل اللي أنت بتعمله ده عشان كده؟ اتفضل يا عبد المنعم، حصلني على أوضة النوم. فهمتيني غلط. مش ده اللي أنا عايزه خالص يا هانم. اطلعي نامي لقاء. تصبح على خير. اطلعي نامي عشان تبقي فايقة لمحاضراتك. عن السعادة الزوجية، واجبات الزوجة. اطلعي نامي لقاء.